أبطال الصف الخامس، أهلا وسهلا بكم يا شباب. هنحل مع بعض تقييم الأسبوع ال11 من صفحة 46 ل51. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، ربنا ينجحكم جميعا يا رب. يلا يا أبطال. مميز يعني فريد. طيب هنا متفق عكسها مختلف، أشخاص مفردها شخص، ظاهرة جمعها أزهار. من أين ينبع جمال الحياة؟ هتقوله من التنوع والاختلاف. فائدة الاختلاف والتنوع إيه؟ هتقوله بيجعل الحياة جميلة وكمان بيعلمنا. دي الفقرة هي يا حبايبي. وقف الفيديو، وقف الشاشة وانقل الفقرة وكمل معايا. الفكرة الرئيسية للنص بتتكلم عن تنوع الثقافات. في الجناح الإفريقي بنرى أشخاص بيعرضون مشغولات يدوية وألوان زاهية. مزخرف يعني مزينة، اختلطت معناها اندمجت. عارفة يعني أدركها. 47 هي حبايبي. هنا منتجات عندك، هنا غريبة، أجنحة زاهية مصنوعة رائعة. هنا رقم باء اللي اجابته فوق اهي. هتقوله مهرجان عالمي للمصنوعات اليدويه وبداوا جولتهم وانتقلوا للجناح الافريقي الاسيوي. هنا هتقوله خطا وخطا. هنا برضو الفقره اللي بنصف بها المهرجان اهو. المفعول لاجل هتقوله كلمه دفاعا، وهنا كلمه حبا، وهنا كلمه رغبه، وهنا كلمه خوفا، وكل دي مفعول لاجله منصوب وعلامه نصبه الفتحه. عايز كلمات بقى همزه متطرفه على الالف، هتقوله قرأ، بدأ، لجأ. خلاص يا حبايبي اهي. قرأ، بدأ، لجأ. صفحة 47 يا حبايبي، يلا بينا. صفحة 48. صفحة 48 هتقوله بدأ وملجأ وآمن وخطأ وأصحابه. هنا هتقوله قرأ، ملاء، لاجأ. كل شيء حولنا مختلف، لكل منا آراء مختلفة عن الآخرين. هنا هتقوله باختلاف أخلاقه وصفاته المختلفة وآرائه. التحديد من القطعة أنا حددت لك رقم ج ود. اتفاق معناها اتفاق، بقى عكسها اختلاف. والسنن مفردها السنة. والضرر معناها النفع. الضرر مرادفها ايه؟ مرادف الضرر الأذى. النفع ازاي بقى؟ الأذى. دي صفحة 48. يلا بينا على صفحة 49. هنا هتقول له صح وخطأ. هنا هتقول له عن طريق تبادل الخبرات والآراء. الإعراب مفعول لأجل منصوب بالفتحة، ودي مفعول به منصوب بالفتحة. عندك يذهب فعل مضارع، والتلميذ مبتدأ، وده ضمير مستتر تقديره هو. نتبادل الفكر، التعايش. انت عندك هنا الأمانة والصدق والأخلاق الحسنة. كل واحد يكتب يعني مميزات صديقه ايه، اللي بيحب ايه في صديقه، ايه اللي انت شايفه حلو كويس في صديقك اكتبه. دي رقم د يا حبايبي برضو في القطعة. جبت السؤال اللي بعد كده. دي صفحة 49. صفحة 50. العنايات اللي هي الاهتمامات. المبادئ مفردها مبدأ. الجسم معناها الجسد. اذكر بعض أوجه الاختلاف بين الناس. عندك اللون واللغة والصفات والاهتمامات. برضو رقم د أنا حددت لك على في القطعة من شوية وريتها لك. في رأيك كيف يمكن أن يساعد اختلاف تفكيرنا وصفاتنا بلادنا الحبيبة مصر؟ تقول له إنتاج مشروعات بتخدم الوطن. إنتاج مشروعات تخدم الوطن. انت عندك فعل مضارع يذهب مبتدأ، هتقول له كلمة التلميذ فاعل ضمير مستتر تقديره هو. اختر علينا العمل من أجل عالم، هتقول له أجمل. سر جمال الحياة هو الاختلاف. صح وخطأ. لكل منا طبيعة وجمال مميز. صح، يجب أن يتماثل الناس في الفكر. خطأ، بما يتميز صديقك هتقول له مثلا الصدق، الأمانة، الوضوح، الاحترام. دي جبت السؤال رقم ج، ودي جبت السؤال رقم د اهي. باقي التقييم. جمع لون ألوان، جمع ألوان مفرد ألوان لون، جمع عضو أعضاء، مرادف يحس يشعر. برضو رقم ج ودال في القطعة انا وريتها لك. كيف يمكن ان احنا نساعد اختلاف تفكيرنا وصفاتنا بلدنا مصر؟ تقول له انتاج مشروعات بتخدم الوطن. عندك التلميذ يا حبايبي. دي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ورغبة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فعل مضارع يذهب مبتدأ. التلميذ فاعل، هتقول له الضمير مستتر تقديره هو. ضمير مستتر تقديره هو. وبكده يا شباب نكون حلينا معاكم تقييم الأسبوع ال11 من كتاب التقييمات لغة عربية الصف الخامس.
ما تنسوش بقى اللايك والشير، وحطوا لنا اكبر عدد من اللايكات على الفيديو ده. كنت متشكره جدا ليكم، انتظرونا في فيديوهات قادمه ان شاء الله يا حبايبي، مع السلامه.